صباحكم نور، لاباس عليكم؟ بخير، احوالكم طيبه؟ حنا جينا عاوتاني مع وصفه جديده، المعلكه ديال الكركاع اولا الملوزه كما كنقولوا حنايا في الشمال ديال الكركاع. وصفه غزاله سهله ومميزه ودائما مع الاسرار ديال نجاح الوصفه ان شاء الله. ونبداو على بركه الله. بسم الله. اول حاجه عندي الكركاع ديالي، غادي نطحنو مع السكر سنيده. انا هنايا ما بقاليش السكر سنيده، عملت نص سنيده ونص سكر كلاصي، ولكن نتوما عملوها غير سكر سنيده ماشي مشكل. غادي نعمل 200 غرام ديال الكركاع، طحنته في الهاشوار مع السكر سنيده عندي 100 غرام. ما تطحنوش حتى يطلق الزيت. غادي تضيفوا 120 غرام ديال بودرة اللوز، وعندي هنايا خميرة ديال الحلوى، نص خميرة د الحلوى يعني ما يعادل 4 غرام. غادي نعمل معلقة صغيرة د القرفة اختيارية، أنا كيعجبني القرفة في الملوزة. نتوما إلا ما كتعجبكمش غتعملوا غير الفانيليا وصافي. غادي نضيف ما زهر معلقة كبيرة أولا نقيطات من روح الزهر. عندي هنايا معلقة كبيرة ديال الزبدة مذوبة، زبدة طبعا ممتازة، كنهضروا على زبدة حيوانية. غادي نضيف معلقة ممسوحة ديال مربى سائلة وصافي. وهنايا غادي نجبد بيضة كاملة، غادي نخلطها مزيان في واحد الزلافة. صافي كنخلط داك العناصر اللي عندي كاملين. كما قلت لكم الكركاع ما طحنوش حتى يطلق اللوز، غير تطحن غبره. هنايا غنضيف قطيره ديال البيضات ونخلط. قطيره د البيضات، ردوا البال لانه البيضات دغيا كيجريو الخليط. انا عملت غير قياس صغير لانه ما نحتاجش شي قياس كبير. هنا غادي نجرب واحد جوج ملوزات هما الاولين. دائما في معلكات ملوزات غريبيات كان غريبة، كنجرب واحد جوج حبات أولا حبة في الفران، عاد كنكمّلو باش نعرفو واش ماشيين في القياس هو هذاك. دوزت يدي في بيض البيضاء وعملت كويرات ما يعادل 18 غرام أولا 15 غرام، لكم الاختيار، بغيتوها كبيرة 18، بغيتوها صغيرة 15. غادي نعملهم في السكر كلاصي، من بعد نرجع لكم السكر كلاصي والأسرار ديالو باش يكون الغريبية تشبع لكم فيها. غادي نعمل الكركاعات ديالي نُص نُص، شوية قطيرة د البيضات وندخلهم في الفران. هنا الفران كيكون مسخن عندي قبل مزيان على 200 درجة، مي غندخل الغريبية نهبطها ل150 درجة فوق وتحت، هذا بالطياب ديال الكاس. هنا فاش جربتو هانتوما كتشوفوا جاتني بحال اللي باقا خفيفة، يعني تفتحت بزاف يعني كي كنقولوا حنايا تشرحت. فغادي نزيد واحد شويش ديال الطحين للخليطة ديالي، ومن بعد نكمل العملية وغادي تجيني هي هذيك، لأنه ماشي محتاجة بزاف الصراحة، غير شويش خاصها تفتح لي بزاف. داكشي علاش زدت داك المعلقة ديال الطحين. هنايا كنبقى نجوز يدي في بيض البيضة، غير مسحة بيض البيضات، وهذا السر باش داك السكر كيتشبع لكم مزيان. بالنسبة للسكر كلاصي دائما كنشربوه مزيان في داك المعلكة ديالنا، كنخليوه شويش عاد كنهزوه. هنايا كنهز حفنة ديال السكر كلاصي في يدي والمعلكة ديالي اولا الملوزة ديالي، وكنبقى نعملو هاد الطريقة هادي باش السكر كيبقى شابر، وكنخليو كمية مهمة فوق منه. بالنسبة للسكر كلاصي ضروري يكون سكر كلاصي ممتاز، وإلا خفتو عندك يكون ماشي ممتاز غادي تضيفوا له بالنسبة مثلًا هنايا عملت قياس صغير ديال السكر كلاصي عندي نُص كيلو د السكر كلاصي، غادي نعمل معاه نُص كاس ديال النشا مايزينا، وغادي تعملوا نُص خميرة ديال الحلويات، وتغربلوا كلشي خلطوه، وغادي تفندوا فيه. هاد الطريقة هادي حتى داك السكر كلاصي يعني الملوزة أولا المعلكة ما كت ما ك داك السكر كلاصي ما كيتحرقش فوق منها، كيبقى أبيض لأنه النشا هو اللي كيحافظ لنا عليها. كذلك الخميرة د الحلوى كتساعدها باش كتشقق لنا من الفوقي وكتفرقع كما كنقولوا حنايا. صافي غنستمر هيدا، ومن بعد غادي ندوز نوريكم الطريقة كيفاش نعمل الكركاعة فوق الملوزة. حاولت نقرب لكم الفيديو باش يكون واضح. كنعمل نتوما كتشوفوا عامرة بالسكر كلاصي مزيان، كنضغطوا عليها داك الصباع الكبير اولا بالابهام في الوسط. الكركاعة إلا خفتوا ما تلصق لكمش تعملوا غير دقيقة ديال بيض البيضة، ما بغيتوش ما تعملوهاش. صافي وكنتكي بالإصبع ديالي حتى ماشي تضغطوا تتخرجوا الصبع ديالكم من تحت، لا غنضغطوا ضغطة خفيفة كتشقق لنا من الجناب كيف ما غيبان لكم في الفيديو. وصافي كتكون الملوزة ديالي واجدة.
كنعملها في اللاطا دائمًا على ورق الفرن باش الطياب كيكون نقي، وكتبقى لنا الملوزة ما كتلصق ما كتوسخ من تحت، وندخلوها الفران اللي كيكون مسخّن قبل على 200 250 درجة، عاد نهبطو ل150 درجة 10 دقايق ما تفوتوهاش، أنا شعلته الفوق والتحت. بالنسبة للفران ديال الكاس غتشعلوه غير الفوقي، في الأول غتشعلوه الفوق والتحت تسخّنوه مزيان، من بعد ملي تدخلوا الملوزة ديالكم غير الفوقي ونقّصوا شوية الحرارة باش تشقق لكم، يعني يكون ناقص ما تحرقلكمش، عاد شعلوا من تحت حتى هي 10 دقايق وكتكون الملوزة ديالنا واجدة كيف ما كيبان لكم في الفيديو. قدّمت على هاد الطريقة هذه في التطبيقات المغربيين، وكيف ما كنعرفوا أنه الحلوى المغربية همّوية، هَمّة وشان كيف ما كنقولوا، وحتى التقديم كيلعب دور كبير، نحاولوا ندخّلوا الأواني ديالنا المغربية، فتبارك الله ما شاء الله الصناعة التقليدية عندنا في المغرب. تحياتي لكاع الصُّناع المغاربة أي واحد كيحافظ على التراث ديال المغرب، وشكرًا لكم التتبُّع ديالكم، كنتمنى إن شاء الله الفيديو يكون عجبكم، شكرًا للناس اللي كيشجعونا، الناس اللي كيدخلوا كيخليونا تعاليق مزيونين، هكذا كتخليونا نزيدوا لقدّام إن شاء الله، ونزيدوا نشاركوا معاكم وصفات وأسرار، ونخليكم الفيديو المقبل إن شاء الله، إلى اللقاء.